حاجات بتستخدميها كل يوم بس انا متاكده انها مش عندك في البيت دلوقتي. النهارده هكلمكم على حاجات مهمه جدا وبجد ممكن يومك يقف بسببها، بس مش عارفه ليه مش بنخلي عندنا دايما باك اب ليها. النهارده هفكرك بيها وهقول لك انك بتستخدميها وبتحتاجيها كل يوم ازاي، ويلا بينا عشان دي حاجات مهمه جدا بس انا متاكده انها مش عندك في البيت دلوقتي. الوصله دي خطيره وفرقت معايا كتير جدا. كم مره بتبقي بتتمشي بالمكنسه ومحتاجه انك تطولي السلك اكتر، كم مره بتبقي محتاجه كهرباء في مكان ما فيهاش كهرباء فبتحبي انك توصليها باقرب مكان. ده مشترك طويل بس بفتحه واحده، بس فعلا منقذ وصدقيني هتحتاجيه كتير جدا في البيت. انا تقريبا جايبه منه 2 أو 3. لو انت عندك فيشه مخفيه مش بتستخدميها ده هيساعدك انك تحطي ده في الفيشه ويطلع لك في الاخر كوبس تقدري انك تستخدميه، وده ممكن تلاقيه عند اي حد بتاع كهرباء وسعره كان رخيص جدا. احتياجاتنا في الكهرباء بقت كتير جدا، تقريبا كل البيت عندهم شواحن الموبايل والساعه والايربودز واللعبه وحاجات تانية كتير قوي. عشان كده وجود مشترك سبير عندك في البيت دي حاجه مهمه جدا هتحتاجيها تقريبا اغلب الوقت. وكمان وجود مشتركات بفتحات مختلفه زي دول كده صدقيني منقذين جدا، ولازم يكون عندك على الاقل 3، لان دلوقتي كتير جدا بنجيب حاجات جديده بنبقى متحمسين لها ونيجي نفتحها نفاجئ انها بالفيشه دي. فعشان كده لما بيكون عندك من الحاجات دي سبير بينفع جدا. كشاف النور ده بيروح عن بال ناس كتير جدا، عارفين بنفتكره امتى؟ لما النور بيقطع، بس هو ليه استخدامات كمان تانية كتير قوي. لو انت عندك منطقه ضلمه مثلا ضرفه معينه ضلمه او حته معينه بتخزني فيها الحاجه وضلمه، لو حطيتيه بتشوفي وبينفع كويس قوي. خلي دايما عندك فيش كشاف نور ويكون مشحون او في بطاريه عشان تقدري تستخدميه في اي طوارئ. كل اللي اتكلمت عليه ده كوم، واللي انا هتكلم عليه دلوقتي ده مهم جدا. لازم يكون عندك مجموعه من الحاجات دي اللي تقريبا بنستخدمها بجد بشكل يومي. بطاريات الاي 4 من الحاجات المهمه جدا اللي تقريبا بتحتاجها لما ريموت يفصل، لو لعبه جديده للولاد، لو حتى في اجهزه كمان دلوقتي بتشتغل بيها. كمان دول دلوقتي بقوا يستخدموا في اكتر الريموتات التلفزيونات الجديده. لو انت عندك سخان بيشتغل بالبطاريات ده بقى بجد بيوقف الحال لو البطاريه دي خلصت. اغلبنا دلوقتي بقى كمان بيشتري اونلاين، ففكره المازوره اللي بتقيس بيها اللبس وكمان المتر اللي بنقيس بيه اي حاجه في البيت بقت مهمه جدا، لان كتير جدا بتحتاجي انك تشتري حاجه اونلاين وبيقول لك ان هو محتاج المقاس. فكلنا دلوقتي بقى لازم يكون عندنا مازوره ومتر في البيت. كمان لازم يكون عندك سبير لللمض اللي انت بتستخدميها، اكتر لمض في البيت، لان كتير جدا ساعات بيكون المكان كله والع على لمبه واحده او 2 لما تطفي بجد بيأثر جدا في المكان، وطبعا بقى بتكسلي جدا قبل ما بتجيبي لمبه. كام واحده فيكم دلوقتي عندها في البيت لمبه محروقه وما اتغيرتش بقالها كتير؟ اغلبنا دلوقتي بيصور ولاده على الموبايلات. تقريبا اراهنكم لو حد عنده صوره مطبوعه لاولاده من ساعه ما اتولد. عشان كده فكره ان يكون عندك هارد ديسك تخزني فيه حاجتك اللي على الموبايل دي من الحاجات اللي بقت مهمه جدا. في اي لحظه ممكن موبايلك يبوظ، في اي لحظه ممكن الصور دي تضيع، في اي لحظه ممكن تضطري انك تشيلي الحاجات اللي عندك بسبب مساحه الموبايل انها تقلت. لازم يكون عندك هارد ديسك عليه باك اب لكل الحاجات اللي عندك المهمه، لانها بتنفع جدا، ولما بترجعي بعد سنين تتفرجي عليها بتحمدي ربنا انك انت خزنتي الحاجات دي في مكان امين. اخر باك اب ده وده تقريبا الاهم فيهم هو شاحن الموبايل. لازم يكون عندك شاحن موبايل سبير ويكون في مكان انت عارفه بتوصلي له كويس، لان لو شاحن الموبايل بتاعك باظ او ضاع او انت مش لاقيه او نسيتيه حتى عند حد وانت مثلا بايته بره نسيتيه في الشغل، بجد بنبقى كلنا محتاسين ولايصين وممكن تضطري تنزلي تشتري في ساعتها واحد جديد. بدل بقى كل اللخمه دي كلها خلي دايما عندك شاحن سبير في البيت ودايما شيليه بالطريقه دي. ودول اساتك بيتباعوا في محلات وسعرهم ما بيكملش 10 جنيه وبيبقوا كتير جدا، بيحافظوا على السلك ان هو يبوظ وبيحافظوا كمان عليه من الناحيتين وبيطول في عمره. فعشان كده دايما خلي عندك الحاجات المهمه بالنسبه لك شواحن سبير. الحاجات دي اتعلمتها من مواقف اتعرضت ليها. كل ما يحصل موقف اقوم بسرعه وانا بشتري للحاجه اشتري لها كده سبير احتياطي في البيت. كتير جدا اشتريت لعبه وعشت في جو صداع بسبب ان مش لاقي بطاريات عشان اللعبه تشتغل، وكتير جدا اشتريت جهاز وتنكد عليا في اليوم اللي نفسي اجربه فيه متحمسه له عشان ما فيش فيش اقدر ان انا احط له فيها. وكتير قوي ببقى عايزه فعلا استخدم كهرباء في مكان ما فيهوش كهرباء، وده فعلا اللي حل لي المشكله وعشان كده جبت منه كذا واحد في البيت. الحاجات دي تبان بسيطه بس صدقوني بتقف عليها اليوم كله. قولوا لي بقى اتحطيتوا قبل كده في موقف ايه وفعلا الحاجات دي انقذتكم؟